بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. طيب، ليه بنحس بالملل؟ والمفروض إن أنا أتصرف إزاي لما أكون حاسس بالملل؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، وما تنساش إن أنت تشترك على القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنساش إن أنت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيدهم. وما تنساش إن أنت تعمل لايك علشان أنا بتعب والله. ويلا بينا. الملل، إحنا ليه بنحس بالملل؟ إحنا بنحس بالملل لمّا بنحس إن إحنا مش ملهمين، ما عندناش شغف، بنعمل الحاجة بدون إحساس، هنا وقتها بنبقى حاسين بمشاعر الملل. يبقى إمتى تقول أنا حاسس بالملل؟ لمّا أكون باعمل الحاجة اللي المطلوبة منّي بس باعملها من غير إحساس. طيب، يعني معنى كده إن الملل ده بيحصل لنا بناءً على شعور جوانا أو حاجة جوانا. طب إيه الفعل اللي أنا باعمله يخلّيني يوصّلني إن أنا أقول إن أنا ملّان؟ بمعنى إن إحنا لمّا بنعمل روتين ونفضل ماشيين على الروتين ده فترة طويلة بدون ما نجدّده وبدون ما نغيّره وبدون ما ناخد أوقات راحة، بنبدأ إن إحنا مع الوقت يحصل لنا احتراق نفسي، وبعد كده أو في الوقت الاحتراق النفسي بنكون حاسين بالملل. فمن الآخر كده، زي ما الروتين بيبقى مدّي لنا إفادة إن إحنا بنحس بالاستقرار وبالأمان وبكل الكلام الجميل ده، لكن الروتين الزيادة مع الوقت ومن غير تغييره ومن غير إضافة حاجات تزود لنا مشاعر الشغف ومشاعر الاستمتاع السعادة، ده بيؤدي إلى إيه؟ ده بيؤدي إلى شعورنا بالملل. أنا ليه ممكن أحس بالملل؟ أنا ممكن أحس بالملل لإن أنا باعمل الروتين بتاعي، حاطط كل يوم روتين مش باغيّره. يعني أنا باصحى الصبح عامل شبه الآلة كده، باصحى الصبح آكل، أنزل، أروح الشغل، أرجع من الشغل، أنام، أنزل تاني، أقعد مع صحابي، أروح القهوة، أرجع تاني وهكذا. أنا ممكن أحس أصلًا بالملل حتى لو أنا حياتي ما فيهاش أي حاجة مهمة أنا باعملها، وحتى لو أنا باعمل حاجات مهمة، في الحالتين الملل ممكن أحس بيهم. فمن الآخر كده، لو أنت بتعمل حاجة كتيرة بقى لها فترة طويلة وما غيّرتش فيها، هنا بيصابك الملل. أنت عايش حياة مش مرتبطة بالقيم بتاعتك، مش مرتبطة بالأهداف اللي أنت عايز تحققها، عايش حياة عشان الآخرين، هنا أنت بتحس بالملل. في البداية بتكون مبسوط إن أنت بترضي الآخرين، لكن مع الوقت بتبتدي تحس إن أنت مش مرضي، بتبتدي تحس إن أنت اللي ملّان، بتبتدي تحس إن أنت اللي زهقان. طيب، لو كنت بتعاني من اضطراب فرط الحركة الADHD، هتكون أنت عُرضة لإن أنت تحس بالملل بكل سهولة وبساطة. حاجة كمان مثلًا إن أنت لو بتعاني من الاكتئاب، هتلاقي إن أنت برضه بتعاني من الملل وشعور الملل الزيادة عن اللزوم أكتر من الناس اللي حواليك. ممكن كمان تحس بالملل لو أنت ما عندكش أهداف في حياتك ليها معنى، ذات معنى، بتفيدك وبتفيد الآخرين. ما عندكش من الآخر كده دور في الحياة أنت عايش علشانه وعايش من أجله. أدوار الحياة مش لازم إن أنت تكون سوبرمان ولا سبايدر مان ولا باتمان. أدوار الحياة هو إن أنت ممكن تكون عايش لهدف بسيط جدًا، بس الهدف البسيط ده بيسعدك أنت. بيحسسك إن أنت ليك قيمة، وإن أنت بتضيف قيمة للآخرين، إن أنت مؤثر في نفسك ومؤثر في الآخرين. فمن الآخر كده، لو أنت عندكش أهداف بتقوم بيها، يبقى هنا أنت بتحس بالملل. طيب، أنا عملت فيديو على فكرة بخصوص كيفية وضع الأهداف، وكمان عملت فيديو بخصوص اللي أنت إزاي تلاقي دورك في الحياة. هتلاقيني إن أنا سايب اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. لو أنت قاعد دايمًا في منطقة الراحة، قاعد في الcomfort zone بتاعتك ومش بتخرج منها خالص، ده ممكن يوصّلك إن أنت تحس بالملل. وعلى فكرة، كل ما بتخرج برّه دائرة الراحة، كل ما بيكون شعور الملل أقل. أنت بتكون حاسس بالخطر، بتكون حاسس بالتوتر، بتكون حاسس بالخوف والقلق، ولكن في النهاية خروجك برّه دائرة الراحة ده بيحسسك إن أنت أقل ملل. فلو أنت حاسس بالملل دايمًا وعلى طول، اعرف إن أنت قاعد في منطقة الراحة مرتاح فيها ومش عايز إن أنت تعرّض نفسك للمخاطر. تعريض نفسك للمخاطر ده بيخلّيك تحس إن الحياة فيها أكشن، الحياة فيها حركة، بتكون مبسوط وبتكون أقل ملل. لو أنت بتمارس هوايات بقى لك فترة بس ما قررتش إن أنت تتعلم هواية جديدة أو تتعلم حاجة جديدة،
ده بيخلّيك إن أنت تحس بالملل، فحاول إن أنت عشان تكون أقل ملل تتعلم هوايات جديدة، تتعلم حاجات جديدة، ده هيزوّد شعور السعادة والشغف عندك. حاجة كمان ممكن تخلّيك تحس بالملل، هو إن أنت تكون بتقارن نَفْسك دايمًا بالآخرين. ده هيحسسك بإنك مقتول مش ملّان. وعلى فكرة برضه أنا عملت فيديو عن مقارنة الذات أو مقارنة نَفْسك بالآخرين، وإزاي إن أنت تبطّل تقارن نَفْسك بالآخرين. هتلاقيني إن أنا سايب اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. فلو أنت بتقارن نَفْسك بالآخرين، حاول إن أنت تعرف إن ده هيزوّدك شعور بالملل، ده هيخلّيك تحس إن أنت مش راضي، ده هيحسسك إن أنت مش سعيد. فعلشان تكون أقل ملل، حاول إن أنت تبُص لنَفْسك وما تبُصّش للآخرين. في سؤال، هل من الطبيعي إن أنا أحس بالملل؟ يعني هل الملل ده شيء طبيعي والّا حاجة غير طبيعية؟ أولًا، الطبيعي إن الناس كلّها بتحس بالملل من وقت للتاني، ولكن المشكلة بتحصل إن لمّا أكون سايب نفسي لشعور الملل، أنا عمّال حاسس إن أنا زهقان وملّان ومش باخد action أو مش باخد حركة أو مش باعمل فعل يخلّيني إن أنا أكون أقل ملل. فالخطر بيحصل إمتى؟ الخطر بيحصل لمّا أكون زهقان ومش باخد أي رَد فعل تجاه الزهق ده، ما باخرجش، ما بانزلش، ما باتعلمش حاجة جديدة، ما باعملش حاجة جديدة. وإمتى الخطر يكون موجود فعلًا؟ إن يكون عندي مشاعر ملل لفترة طويلة، وكل ما يزيد الوقت كل ما تكون مشاعر الملل أكتر وأعمق. إزاي أكون أقل ملل؟ إزاي أسيطر على مشاعر الملل اللي عندي؟ تعالوا ندخل في الكلام المهم بقى، واللي هو فات مهم بس اللي جاي بقى إيه، الحلول العملية الجميلة دي. طيب، أولًا علشان أكون أقل ملل، أنا محتاج إن أنا أحط أهداف في حياتي، لازم أكون عايش من أجل أهداف. الناس المليونيرات اللي معاهم بلايين، إيلون ماسك اللي هو أغنى رجل في العالم، هو عايش من أجل إن هو يعمل أهداف. الراجل بيعمل صواريخ وعايز يطلّعنا المريخ ونعيش في المريخ. أنتم متخيلين الأهداف؟ كل ما البني آدم زوّد أهدافه، كل ما كانت عنده رغبة في الحياة، كل ما كان أقل اكتئاب، كل ما كانت عنده مشاعر الشغف عالية وزيادة. علشان كمان أكون أقل ملل، أنا محتاج إن أنا أقلل من استخدام السوشيال ميديا، أنا محتاج إن أنا أقلل من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي على قد ما هي جميلة ولذيذة وبتساعدنا في حاجات كتير، بس هي كمان بتزوّد عندنا مشاعر الملل. ليه؟ لإن إحنا بتخلّينا نقعد مكاننا ما نتحركش، بتخلّينا كمان إن إحنا نبُص على حياة الآخرين زيادة عن اللزوم وننسى نفسنا، بتخلّينا إن إحنا كمان إن إحنا نقارن نفسنا بالآخرين. ومع الوقت ممكن توصل لإن هي تكون إدمان. في ناس عندهم إدمان استخدام مواقع السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. فلو أنت عايز تكون أقل ملل، قلل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقدر الإمكان. علشان أكون أقل ملل، أنا محتاج إن أنا أتحرك وأمشي كتير، محتاج إن أنا أمشي كتير، محتاج إن أنا ألعب رياضة، محتاج إن أنا أحرّك جسمي. لإن أنا من خلال تحريك جسمي أنا كمان باكون باحرّك الطاقة، باحرّك مشاعري. لو أنا عندي حزن، لو أنا اتحركت اتمشيت، بتلاقي فجأة إن الحزن ده أقل، بتلاقي فجأة إن الملل ده أقل، مشاعر الغضب أصبحت أقل. لمّا باشوف حاجات بتتحرك قدّام عينيّا، أنا باكون أقل ملل وأقل زهق. فلو أنت عايز إن أنت تسيطر على مشاعر الملل، حاول دايمًا إن أنت تكون بقدر الإمكان وبقدر طاقتك وبقدر مقدرتك تكون في حالة من الحركة. كمان علشان أكون أقل ملل، أنا محتاج إن أنا أتعلم أهداف جديدة، محتاج إن أنا أتعلم حاجات جديدة، أنا محتاج كل يوم أقرا معلومة واحدة جديدة، أفهم حاجة عن نفسي جديدة، أتعلم حاجة عن الكون وعن الحياة جديدة، أتعلم حاجة عن العلم جديدة، أتعلم حاجة عن حاجة أنا باحبها جديدة. ده هيقلل شعوري بالملل وهيقلل شعوري بالزهق. كمان علشان أكون أقل ملل، أنا لازم يكون عندي دايرة من الناس في حياتي، دايرة من الصحاب، دايرة من المعارف. الدايرة من المعارف والصحاب دول بيكونوا ناس إيجابية مش ناس سلبية دايمًا بتشتكي، دايمًا شايفة إن الحياة سودا، دايمًا شايفة الجانب المظلم من الحياة ومن الأمور. فأنا محتاج إن أنا علشان أكون أقل ملل في حياتي، أنا محتاج إن أنا أزوّد الناس اللذيذة، الفرفوشة، الإيجابية اللي في حياتي، اللي دايمًا بيبصوا على
تحديات الحياة على إنها دروس، مش على إنها حاجات بتكسرنا وحاجات أقوى مننا وحاجات بتذلنا وحاجات بتهنا وهكذا. خلينا متفقين إنه أنا عشان أكون أقل ملل أنا محتاج إن أنا أتعرف على ناس جديدة في حياتي. فمن الآخر كده الوقت اللي أنت بتكون حاسس فيه بالملل في حياتك هو الوقت اللي أنت مش بتتعرف فيه على ناس جديدة. فأنت محتاج إن أنت تتعرف على ناس جديدة، تبني علاقات جديدة، تعمل communities جديدة، تعمل مجموعات من الناس جديدة. حاول إن أنت تغير الأماكن اللي أنت بتقعد فيها، روح أماكن جديدة، اتعامل مع ناس جديدة، سافر اتعامل مع ناس من بره. ممكن من بره مصر، من بره المكان اللي أنت عايش فيه، من بره أيا كان. المهم إن أنت كل ما بتتعامل مع الناس أكتر كل ما بتكون أقل مشاعر ملل. كل ما هزود اللعب في حياتي أنا هكون أقل ملل. تمام، أنا كل ما هلعب أنا هكون أقل ملل. كل ما هقول أنا كبرت والحياة بقت قاسية والحياة بقت وحشة والحياة مش عارف إيه، هنا هكون أكثر ملل. فمن الآخر كده طول ما أنت بتلعب وبتطلع طفلك الداخلي يلعب ويجرب حاجات جديدة ويعمل حاجات جديدة حتى لو سنك مش متوافق مع الحاجات دي، كل ما هتكون أقل ملل. فمن الآخر كده ما تربطش إن أنت كل ما بتكبر في السن يبقى في حاجات أنت ما ينفعش تعملها، أنت اللي بتقول لنفسك ما ينفعش، مفيش حاجة بتقول لك ما ينفعش. فما تحطش حدود لنفسك وما تسجنش نفسك وما تسجنش طفلك الداخلي، وعيش حياتك واتبسط مهما كان عمرك وكان سنك. حاول ان انت دايما تلعب. شعور الملل هيروح لما تكتب عنه. فمن الآخر كده أنت محتاج إن أنت علشان تضيّع شعور الملل اللي أنت حاسس بيه، محتاج تكتب عنه. ولو مش بتعرف تكتب أو مش بتعرف تعبّر عن الكتابة، اتكلم وعبّر عن مشاعر الملل. طب ما بتعرفش تتكلم وما بتعرفش تعبّر بالتعبير أو تقول بالألفاظ، ممكن إن أنت تعبّر عن مشاعر الملل مثلًا بإن أنت تجيب صورة أبيض وأسود وفيها شخص مثلًا يشعر بالملل، وحاول إن أنت تلوّن الصورة دي. من الآخر كده لازم تلاقي طريقة تطلّع بيها مشاعر الملل اللي أنت حاسس بيه. أوقات كتيرة لمّا الشخص بيكون معهوش فلوس مثلًا يسافر أو يخرج برّه مصر أو يخرج أصلًا من بيته، بيبقى مش عارف يعمل إيه وبيبقى حاسس بالزهق وبالملل. أنا في الحالات دي أوقات كتيرة ممكن ما يبقاش معايا فلوس، اللي باعمله إن أنا وأنا قاعد جوّه في الأوضة بتاعتي بافتح اليوتيوب واقعد أتفرّج على حضارات مختلفة وجديدة. أفتح أتفرّج عن اليابان، أتفرّج عن نيبال، أقعد أتفرّج مثلًا على الهند، أقعد أتفرّج على حضارة كوريا الشمالية، تاريخ كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية. بقى من كوريا الشمالية دي باحس فيها بشغف كبير أوي الحقيقة، بسبب الحياة المختلفة جدًا اللي هُم عايشينها. فمن الآخر كده لمّا تكون حاسس بالزهق ومش عارف تسافر، حاول إن أنت تتفرّج على حضارات وثقافات مختلفة على اليوتيوب تفصلك عن الجو اللي أنت عايش فيه. كمان علشان تكسر شعور الملل اللي أنت حاسس بيه، حاول إن أنت تعمل حاجة أصعب من قدراتك، مش أسهل من قدراتك. أصعب من قدراتك وحاول إن أنت تحاول تنجح فيها. لمّا هتعمل حاجة أصعب من قدراتك وهتحس إن أنت نجحت فيها، ده هيحسسك إن أنت أنجزت، ده هيحسسك بالفخر، ده هيحسسك بمشاعر فعّالة. فمن الآخر كده لمّا تلاقي نفسك حاسس بالملل، روح اتحدى نفسك في حاجة أصعب منك، ولو نجحت فيها هتلاقي نفسك إن شعور الملل ده قَل بكتير جدًا عن الشعور اللي كان أصلًا أنت عندك إن أنا ملّان زهقان. لأ تحس إن أنت المشاعر دي اتغيّرت، أنا بقيت أكثر فخر، أنا بقيت أكثر سعادة، أنا بقيت أكثر راحة، أنا بقيت أكثر استمتاع، وهكذا. وخُد بالك إن أنت لمّا هتكون بتلجأ للإدمان علشان برضه تقلل مشاعر الملل، الملل مش هيروح، الملل هيتسكّن، لكن هيفضل جواك، بل بالعكس هو هيفضل يتخزّن، 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 وهيطلع مرّة واحدة. وت و وزي ما بيقولوا كده من الآخر أنت بتدمن والملل جواك، فأنت هتفضل ملّان، فهتفضل تدمن وهتفضل تدمن عشان أنت ملّان، وهتفضل في نفس الدايرة التي لا تتوقف ولا تنتهي. وخلّيك عارف أنت بتدمن الأكل عشان ملّان، بتدمن المواد الإباحية عشان ملّان، بتدمن السجاير عشان ملّان، بتدمن العلاقات علشان ملّان. فبدل ما تروح تدمن، روح عالج مشكلة الملل. فلمّا هتكون بتعالج مشكلة الملل خلاص أنت مش هتكون مدمن. فليه تختار الطريق الأسهل ما دام ممكن تختار الطريق الصعب إنك تواجه مشاعرك. ولمّا هتواجه مشاعرك هتبتدي إن أنت تعرف تتعامل معاها. ما فيش حاجة هتكون مسيطرة عليك زي الإدمان مثلًا. أنا كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش إن أنت تشترك على القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنساش إن أنت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيدهم. وما تنساش تعمل لايك علشان أنا باتعب والله. كان معكم سلّام سعد وتابعوني.